ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض قرص طريه هشه واقتصاديه، احلى من قرص الافران، بدون حليب او زبده او سمنه لزوم المدارس. زي ما انتوا شايفين بقى هنعملها هي فاضيه، لكن هنشكلها برضو بسمسم وحبه سودا وشوكولاته، وفيها هنسيبها ساده برضو زي ما انتوا شايفين كده. ومقاديرها سهله وبسيطه. انا هقول لكم مقادير. نص كيلو، هنجيب نص كيلو دقيق، كوب ونص ميه، تلت كوب سكر، ربع كوب زيت. بس انا عامله كميه اكبر من كده، انا بقول لكم بس مقادير. نص كيلو، ربع كوب زيت، 2 معلقه كبيره حليب بودر، معلقه كبيره ممسوحه خميره فوريه، معلقه كبيره ممسوحه بيكنج باودر، معلقه كبيره خل، نص معلقه صغيره فانيليا، ربع معلقه صغيره ملح. والمقادير دي برضو هكتبها لكم في صندوق الوصف، علشان ممكن حاجه تفوتكم ولا حاجه. لكن اتمنى ان انتم ما تسيبوش اي حاجه من الفيديو علشان تستفادوا. زي ما انتوا شايفين كده، انا حطيت الميه وحطيت اللبن البودرة كمان هحط اهو، الميه والخميره والسكر والزيت ولبن البودرة، وهقلبهم كويس قوي. طبعا انا ما استنيتش على الخميره، لان انا عارفه الخميره بتاعتي كويسه. انتي لو شاكه في الخميره بتاعتك تسيبيها شويه لما تتفاعل مع السكر والميه. وزي ما انتوا شايفين انا حطيت البيكنج باودر والملح على الدقيق، وهبدأ بقى اضيف السوائل للعجينة بتاعتي. مش قادرة اقول لكم العجينة دي طلعت هشة وطرية جميلة جدا جدا، يعني ممكن كمان تستعمليها في حاجات كتير. طبعا هقلب بقى كل ده كويس كده، المعلقة دورها انتهى. هبدأ بقى اعجن بايدي، طبعا لازم اخدمها كويس واعجنها عجنة تمام زي ما انتوا شايفين. انا زي ما قلت لكم هقول لكم اكتب لكم مقادير نص كيلو، لكن انا عامله اكتر من كده. طبعا هنا انا هسيبها ترتاح شويه، زي ما انتوا شايفين هي كده ارتاحت. وهنا هنبدأ بقى ان احنا نشكلها علشان ما تاخدش معاكي وقت، وتشكليها بطريقه سهله ومتساويه. هتفردي العجينه كلها على الرخامه زي ما انت شايفه كده، او على سطح العمل عندك. هتفرديها خالص كده، بس يكون السمك معقول. زي ما انت شايفة انا فردتها كلها كده، وهبدأ في تقطيعها بالطول وبالعرض لحد ما اقطعها بالطريقة اللي احنا عايزينها تكون متساوية. زي ما انتوا شايفين كده انا هقطعها كده، وبعد كده هقطعها بالطول. هنا زي ما انتوا شايفين التقطيعة دي هتسهل عليا الوقت، وكمان عشان ما تخمرش قوي. شايفين هي كلها كده هتبقى قطع متساوية، علشان كمان وانا بشكل العجينة ما تاخدش مني وقت، وعشان ما تخمرش قوي معايا، ولازم كمان السرعة. زي ما انتوا شايفين انا كده خلاص خلصتها. شايفين هنا بقى هبدأ اشكلها كور زي ما انتوا شايفة كده. طبعا هنا انا بشكلها طبعا زي ما انتوا شايفين كده العجينة انا مش عايزاها تخمر، فبشتغل فيها بسرعة. طبعا هنا انا نسيت الفيديو وانا قاعدة اشتغل فيه، وانا كنت ناسية الفيديو شغال خالص. زي ما انتوا شايفين كده طبعا العجينة كلها لازم تكون متساوية.
علشان ما تتعبكيش في التشكيل. انا هنا بشكل في الصينية، وطبعا الوقت هتشوفوها زي ما انتوا شايفين كده. انا حطيت الكور كده جنب بعضها، طبعا الكورة اللي في النص بتكون اصغر شوية زي ما انتوا شايفين كده، وانا بحطها جنب بعضها. طبعا هي بعد كده هتخمر زي ما انتوا شايفين كده، ما شاء الله خمرت واتشبكت في بعضها زي ما انتوا شايفين كده، يعني شبيهة بخلية النحل زي ما انتوا شايفين. كلها ما شاء الله جميلة ومتساوية وقد بعضها. هنا انا بدهن الوش زيت، وهحط طبعا حبة سودا، وهحط سمسم زي ما انتوا شايفين كده، وهندخلها الفرن. طبعا النار بتاعت الفرن ما تكونش عالية قوي، تكون نار متوسطة. انا ما بشغلش الشواية، انا بشغل الفرن من تحت بس، وهي ما شاء الله بتاخد لون حلو قوي وما بتاخدش وقت كمان في الفرن، وسهلة جدا، والعجينة كمان هشة وطرية، طلعت ممتازة ممتازة. ما تنسوش بقى يا جماعة لايك وشير ودعم للقناة، واللي ما اشتركش يشترك. ويا رب وصفتي النهاردة تكون عجبتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.